لقد غدا المغرب بعد ذلك الإنجاز الإعجاز في الملاعب القطرية، وما سجله هناك من أرقام مدوية عند أهل الاختصاص، وعلى رأسهم جاني إنفانتينو، مدرسة ومرجعية كروية. اسألوا مونديال السيدات عن عودة اللبوءات والملحمة المغربية، واسألوا منصات التتويج والمواعيد القارية عن شجاعة الأولمبيين وحصاد الأندية. ولولا إصرار المغرب على تنظيم كأس العالم ومحاولاته المتكررة والمتتالية، ما كان حلم تنظيم مونديال 2030 المشترك مع كل من إسبانيا والبرتغال ليتحقق لولا الإرادة الملكية. لقد أصبحت المملكة المغربية بفضل توجيهات الملك محمد السادس السامية منارة إفريقيا العالية، وهي تحتضن أكبر التظاهرات القارية والدولية بعد أن بصم السيد فوزي الأقجع مهندس هذا الإشعاع الكروي على كل تلك النجاحات المتواصلة والمتوالية، وهو يشتق من اسمه كلمة فوز كي يرفعها شعارا من أجل تحقيق الطموحات والتطلعات الشعبية. والغاية والأولوية أن يواصل المغرب بفضل عزيمة رجاله وإرادة نسائه القوية مسيرات النجاح والتوهج في مختلف المواعيد العالمية. أنا إفريقيا، أرض الأبطال وموطن الأساطير الكروية.